برج الجدي حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوف القناة، دعموا القناة بالاشتراك وشير ولايك للفيديو، وده فضل منكم مش أمر. طبعا حبايب قلبي، لا يعلم الغيب إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت عندكم في حسد شديد، عندكم في أمور، في عراكيل، وفي نفس الوقت شايل حمل ومسؤولية. عايزاكم بقى كده تفضلوا تصلوا على الحبيب وتستغفروا. انتوا اللي بتعملوه كله ربنا اللي عارف، وربنا هو اللي هيصلك امورك بالوقت المناسب. انتوا عندكم جواكم بركان زعل، جوا شوية لخبطة موجودة في اموركم، بس ربنا هو اللي قادر على كل شيء. كمان عندكم في خير، وخير ليكوا، تعويض عن الألم اللي انتوا عايشينه وشايفينه بعينيكوا. عندكم دعوة، ودعوة مستجابة ليكوا. عندكم حيرة كده وشايلين مسؤولية، حيرانين في حاجة معينة، انتوا خايفين انها تحصل، خايفين على قد ما الحاجة ديت بتخص طرف تالت. انت عندك طرف تالت بيتدخل في علاقتك وفي حياتك. انت بتحب الشريك جدا، بتحبه قوي، بس عندك طرف تالت عايز يكسر نفسك، فياريت تخلي بالك كويس جدا. عايز يخرب بيتك، وخلي عندك حرص. كمان الفترة دي انت عندك حاجات جديدة هتعملها، وحاجات مختلفة، يعني حاجات جديدة انت ناوي ان انت تعملها غير الاول. انت طاقتكوا عالية وروحانيتكوا عالية، او في حاجة انت خايف، حاجة خايفة منها، في اهداف هتحطها قدامك وهتشتغل عليها. الحاجات دي هيكون فيها طاقة ايجابية. عندكم في سر متداري، خلي بالك في حد بيلعب في اوراقك، او في حد بيلعب في حياتك، عايز يكتشف كل الاسرار اللي انت مخبيها. انتوا عصبيين اول فترة دي بسبب الضغوط اللي عليكم، بسبب الامور الازياء. كمان انت عندك في مشكلة مع عيلتك، في حياتك او عيلة شريكة حياتكم، او شريك حياتك، في مشاكل بينكم. كمان عندك حد يعتذر، او حد عايز يتكلم معاكم. في باب هيتفتح قدامكم، هيكون في خير وطاقة حلوة وطاقة عامة. في حاجة تعباكوا تعب جسمكوا، في حاجات بتحصل معاكم وانتوا مش عارفين تفسروها، مش عارفين ايه اللي بيحصل ده، وبالنسبة لك ملهاش تفسير، وحاجات غريبة بتشوفها، حاجات غريبة بتحصل معاك، فمش عارف تعمل ايه. بالكم مشغول بالرزق الفترة دي، عندكم الرزق دي، الفترة دي رزق مشغالين بيه، حاجة شغلة بالكم. كمان انت عايش وحاسس الوحدة، كسرة النفس، حاسس ان انت ملكش نفس لأي حاجة. في حاجة انت قاعد مستنيها، وحاجة معينة، والحاجة المعينة دي هتكون بالنسبة لك فيها خير. انت دايما عندك صراحة في حياتك، حياتك كتاب مفتوح للناس اللي حواليك. كمان عندك عايز تعمل عملية او حاجة انت عايز تعملها. كمان انت بسم الله ما شاء الله عليك، عندك في تقضية وقت حلو، وده هيفرحك وهيديك طاقة ايجابية. خلي بالك واحدة ست بيضة، ودي في حاجة بينك، حاجة معينة انت مش لاقي راحتك مع شريكك، والشريك جاي عليك رغم ان انت بتحبه. في حاجة انت لاقيها في حد تاني ومش لاقيها مع شريكك، والله اعلى واعلم. بالنسبة للفتاة، انت عندكم في طاقة حزن وطاقة احباط من الدنيا كلها، رغم ان انت عندكم ان شاء الله سعادة، وعندكم اهداف حلوة، وقلبكم متعلق بشخص. الشخص ده عزيز على قلبكم، بس خايفين، او انت خايفة على حد غالي على قلبك وخايفة عليه، وحاسة بطاقات سلبية، رغم ان انت عندكم في راحة وعندكم ازدهار. انتوا الفترة الجاية دي كلكم هتعملوا، او هتاخدوا، او هتعملوا حاجات مختلفة عن الاول. بس دايما تخلي بالكم من الناس بتؤمر وتنهي فيكم، الناس اللي دايما تحاول ان هي تتكلم عليكم، وما تخلوش حياتكم كتاب مفتوح لكل الناس اللي حواليكم، او كل الناس اللي عندكم. ليه؟ لان انتوا اللي فيكم اللي مكفيكم، مش ناقصين ضغوط من اللي انتوا فيها. كمان انت عندك في قرين، قرين، والقرين ده هو اللي عامل لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها في الوقت الحالي. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر،
اللهم صل على الحبيب المصطفى. انتوا كمان ممكن ربنا يكرمكم من حيث لا تعلموا ويبشركم بطريق الخير. طريق الخير ده هيكون فيها امور حلوة، وهيكون في كذا طاقة. كمان في حد كمان عايز يعمل معك علاقة، او حد عايز يتكلم معاك، حد عايز يفتح معاكوا طريق، والله اعلى واعلم. فدايما خدوا حذركم، ولازم تكونوا حريصين في كل حاجة، كل حاجة في حياتكم. في حاجة في عندكم كده طاقة موجودة عندك، وانت ساكت ومش بتتكلم، وكاتم حاجات جوه قلبك وعايز تعبر عنها. عندكم في صديق وانت بتحبه، والصديق ده هو بيحبك، بس يا اما انت يا اما مش عاجبكوا عجايب عمايله او العكس. فخلي بالكم، في علاج انتوا عايزين تاخدوه، علاج روحاني او علاج من دكاترة، انتوا علاج انتوا ماشيين فيه، او في امور عندك موجودة في حياتك. في عندك حد بيأذي فيك وبيظلمك وبيجي عليك في كذا طريق، وانت مش عاجبك كل التصرفات اللي هو بيعملها، فقررت ان انت ما تتعاملش معاه، ما قررت ان انت تسكت وخلاص. كمان انت عندك حاجة مميزة بتميزك عن الناس اللي حواليك. انتوا ناس دايما عندكم مجهود، بتعملوا مجهود مع حاجة كويسة في حياتكم. انتوا دايما مميزين كده بضحكتكم بأسلوبكم. عايزاكم من وقت التاني ان انتوا تبطلوا العصبية الموجودة عندكم، وتبطلوا الضغوط اللي انتوا فيها في حياتكم، لان انتوا تعبانين قوي. كمان انتوا في حاجة، في عندكم في عندكم حاجة بتميزكم عن الناس اللي حواليكم، ان انتوا بتحبوا الوان بتميزكم. يعني بتحسوا كده ان انتوا بترتاحوا نفسيكم، انتوا احساسكم عالي، وثقتكم بنفسكم، ثقتكم بنفسكم الفترة دي عالية. عندكم وصول وعندكم عادات وانتوا ماشيين بيها. عندكم قضية فيها دخول في المحكمة، وهيكون فيها خير، وهتبشركوا بقضاء الحاجة اللي انتوا فسكوا فيها. في عندكم جمعية هتقبضوها، في منكم قضية هتربحوها، في فلوس هتكون جايالكوا، وهتكون طريق خير ليكوا، وهتبشركوا بحاجات جديدة بإذن ربنا. في عندكم شراء عربية، عندكم حاجة جديدة هتشتروها. انتوا داخلين في هدف، داخلين في حاجة انتوا عايزين تعملوها. كمان انت عندكم صراحة قوية جدا مع حد معين، في صراحة كبيرة بطريقة كبيرة. فخلي بالكم من حاجات كتيرة دي موجودة عندكم، موجودة في حياتكم. كمان انتوا حد غايب عنكم، الحد ده هتتكلموا معاه الفترة الجاية، وهيكون في خير بينكم. انتوا وقفتوا جنب ناس كتير جدا، بس ما فيش حد وقف جنبكم وقت ما كنت محتاجينهم. فخلي بالكم كويس جدا من الناس اللي بتاكل في لحمكم. كمان انتوا عندكم جواز، او عندكم يعني ارتباط جديد. في حد بيكذب عليكم، روحكم مش مرتاحة طول عمركم، شايل هم، مش حاسين ان حد جنبكم، عندكم فراغ في حياتكم العاطفية. عارفين الحياة جاية عليكم ومكملين وبتعافروا. انتوا مطلوبين ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بأي طريقة، عشان انتوا عندكم اتخاذ قرار قوي وهيبشركم بالخير. فلازم يكون عندكم مصداقية في أفعالكم. في عندكم كذبة من حد، الكذبة دي انت لو عرفتها نفسيتك هتتعب، بس بعد ما تعرفها هتاخد القرار الحاسم، وهتبدأ رسايلك هتبدأ بكلماتك. هيكون عندك اتصالات، عندك خروج حد من ضيقة أو من خنقة أو من مرض أو سجن. انتوا دايما مميزين ان انتوا بتعرفوا تاخدوا حقكم رغم طيبة قلبكم والخذلان اللي انتوا فيه، بس عندكم قرار حاسم الفترة الجاية. في حد، الحد ده عامل ان هو طيب مسكين ناحيتكم. الحد ده هيكون بينكم مواجهة الفترة الجاية، والمواجهة دي انتوا هتكونوا فيها انتوا مميزين واصحاب قرار حاسم. عندكم اعجاب من حد مميز، الحد ده ليه سلطة وليه طاقة تانية. انتوا دايما معرضين ان انتوا يتاخد منكم حقكم.
في عندكم باب حلو، والباب ده هيكون باب تجارة، باب شغل، باب طاقة تانية، والله أعلى وأعلم. انتوا بتحبوا الشغل الخاص، بتحبوا ان يكون عندكم مصدر في شغلكم، طاقة في شغلكم، حاجة معينة. كمان الفترة دي انتوا بتحاولوا ان انتوا في حساباتكم، في افعالكم، بتحاولوا ان انتوا تسترخوا في امور في حياتكم. انتوا بسم الله ما شاء الله، انتوا عندكم بشرة بامور حلوة، بتحسنات جديدة وافكار تانية، والله اعلى واعلم. فياريت تخلي بالكم كويس جدا بكل اللي موجود في حياتكم، لان الطاقات اللي عندكم، الامور اللي موجودة عندكم، في عندكم زيارة لمسجد، زيارة لمكان مقدس بإذن الله الفترة الجاية، ودي هتديكوا طاقة إيجابية. انتوا جواكوا جوهرة، وجوهرة كبيرة، محدش يعرف يفتحها غير الناس اللي عزيزة على قلبكم في حياتكم. عندكم كمان علاقة سامة أو حاجة سودة، عندكم حاجة تعباكوا وأذاكوا، فخلي بالكوا، خدوا حراسكوا، وخلي بالكوا كويس جدا من الناس اللي موجودة حواليكوا. ممكن كمان الفترة دي عندكوا عقد، والعقد ده هيكون بالنسبة لكم بشرة، والبشرة دي هتكون جميلة أوي ليكوا. فدايما خلي بالكم، بلاش تكون أدوار تتبدل. انتوا ممكن تشربوا الناس من نفس الكاس لو انتوا عندكوا ثقة بالنفس وطاقة تانية خالص. في طاقة إنجاب عندكم، يعني انتم في منكم مستنين طاقة إنجاب. في حد بيشوش صورتكم، أو دايما بيتكلم على سمعتكم. كمان انتوا في حد انتوا عايزين تكلموه، تقولوا ان وحشتنا ووشتونا، والله أعلى وأعلم. حد انتوا مستنين تتكلموا معاه أو تفتحوا معاه أي مواضيع. فدايما خلي بالكم، خليكوا عندكم حذر في أي شيء. ممكن الفترة الجاية يكون عندكم تغيير في أرض، تغيير في بيت، تغيير في حاجات معينة. كمان انتوا ممكن تكونوا بقالكوا أكتر من سنة عندكوا في حيرة في حاجة انتوا مش عارفين تاخدوها أو تعملوها. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكوا في خطوات حلوة هتعدوها، وطاقات عامة وانتوا هتعملوها. بس خلي بالكوا كويس جدا، في حاجة هتغير حياتكم الفترة الجاية بسبب الصراحة اللي عندكم، بسبب التغيرات اللي انتوا هتعملوها. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، عندكم صلح مع حد زيكم او حد زيكم. العزاب، انت عندكم طاقة جديدة خالص، فخلي بالكم الطاقة اللي عندكم دي هيكون فيها فرج، وهيكون فيها حاجة حلوة. كمان انتوا ممكن يكون عندكم لم شمل مع حد عزيز على قلبكم، حد بعت لكم رسالة الفترة الجاية وهيكون فيها ند. انتوا أصحاب عزيمة قوة، بس الفترة اللي عدت عليكم كانت صعبة. كان في عندكم عدو كان عامل هو حبيب، خدتوا منه الصدمة القوية. في عندكم في بشرة، الناس اللي عندها مصداقية، الناس اللي دايما حريصة ان ما تطلعش الكلمة اللي تجبر الخاطر. انتوا مشكلتكم حاجة واحدة، ان انتوا دبش في كلامكم، دبش في افعالكم. ان انتوا رغم ان انتوا بتحبوا تقولوا الصراحة، ما بتحبوش اللف والدوران، بس كلامكم بيزعل الناس اللي قدامكم. بس انتوا بتقولوا احنا كده، اللي بيزعل يزعل. انتوا عصبيين، ولما بتوصلوا لحاجة معينة في العصبية ما بتعرفوش حد تشوفوا حتى اللي قدامكم. لا اله الا الله. عندكم في حالتكم العاطفية في عراقيل، في حزن شديد من الشريك، ومن ان انتوا مش عارفين تاخدوا القرار بينك وبين شريكك. في حد هيعمل عمل إنساني في حياتك العاطفية، عمل خير هيجمعك باللي انت بتحبه. في عمل حد هيقف جنبك من ناحية العاطفة، لأن العاطفة عندكم تعبانة، دايما عندكم لا مبالاة في العاطفة. في حاجات كتيرة انتوا مش عارفين تعبروا عنها بخصوص الشريك.
كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم خطوة مختلفة او خطوة تانية وهتعملوها وهتكون جديدة، فيها حاجة جديدة ليكم. هتكونوا فيها اصحاب ازدهار، اصحاب قوة، اصحاب حاجة جديدة. بس خلي بالكم في فتنة او حد بيحضر لكم فتنة. الفتنة دي قوية، فخلي بالكم. خلي بالكم من اي اذى او اي ظلم عليكم. كمان انتوا عندكم فيه رضا، والرضا ده هتقعدوا كده وتاخدوا نفس كبير، وعندكم رضا وثقة بالنفس عالية. فدايما خلي بالكم. ممكن كمان انتوا عندكوا أولاد في حياتكوا، وهتطلعوا من السجن اللي انتوا فيه، وانتوا هيكون عندكوا فيه صلح. كمان عندكوا حرف الألف، حرف والب والره، دول موجودين في حياتكوا. الناس دي بتحبكوا قوي، الناس دي واقفة جنبكوا وهتقف جنبكوا بإذن الله. لو حد أذاكوا كمان في حرف السين وحرف الميم، انتوا عارفين كويس انتوا بتعملوا ايه والاخطاء اللي عندكم. بس عندكم ديون، مديون بكارد بفلوس بتسدوها. المسؤولية دايما زايدة عليكم. في كمان عندكم في قلب امور او نقلة جديدة، او في امور انتوا هتطلعوا منها. في عقبة موجودة عندكم هتمحوها. في حاجة هتاخدوا فيها القرار الحاسم، حاجة انتوا هتعملوها بتغيير بطاقة حلوة. هيكون عندكم فيه سلطة حلوة، والسلطة دي هتكون مبشرة بالخير، لان هي هتكون فيها ازدهار نفسي ليكم. انتوا شطار جدا وشطار جدا في الحاجة اللي انتوا بتعملوها او اللي انتوا بتفكروا فيها في الوقت الحالي. فما تقلقوش. انتوا الفترة الجاية دي او انتي الفترة الجاية دي دمعتكم هتروح خلاص. ما بقاش في وقت للعياط، ما بقاش في وقت للزعل النفسي. في وقت ان انتوا تعملوا تجديد الحاجة اللي عندكم. انتوا مستنيين الشغل، مستنيين ربنا يرضيكم. عندكم في مكسب حلو، المكسب الحلو ده ان شاء الله هيكون عندكم سلطة عالية، وهتكونوا يعني انتوا هتكونوا اصحاب قرارات واصحاب قمة واصحاب حاجات جديدة. لا اله الا الله. انتوا زعلانين نفسكم او انتوا بتقولوا ما شفناش يوم حلو؟ احنا دايما شايلين الهم، شايلين الحمل الكبير. الحمل الكبير اللي عليكم ده، دي فترة وهتعدي وبإذن ربنا. عندكم في ناس واقفة جنبكم، واقفة معاكم في حاجات كتيرة. كمان انتوا بتعرفوا او انتوا مبتدئين ان انتوا تطلعوا من اي مشاكل. بس المشاكل بتجيلكوا ورا بعضها، حاجة ورا حاجة. يعني المشاكل هي بتجيلك لغاية عندك. فخلي بالكم، طاقتكم إيجابية، فيها خير فيها فرحة. حواليكوا ضغوط نفسية، فخلي بالكم من الحاجات اللي عمالة تحصل حواليكوا. عندكوا في صبر، انتوا صابرين على حاجات موجودة في حياتكم كتيرة. صابرين على طاقات عامة، صابرين على عراقيل، صابرين على حاجات مزعلاكوا. في ناس كانت حقكوا، في ناس كانت الحق بتاعكوا ظلمتكوا، رغم ان انتوا ما عملتوش معاهم اي حاجة. وبتسألوا انا عملت ايه عشان انتوا تعملوا كده. كمان الرسالة اللي جاية لكم هتغير تفكيركم، وهيكون عندكم امور حلوة. في منكم عندكم في زيارة لمكان مقدس، عندكم في حالة وفاة الفترة دي. إن الله وإنا إليه راجعون. أو انتوا زعلانين على حد اتوفى. كمان انتوا قطعتوا ود بينك وبين اخوات، بينك وبين حد. في ود اتقطع بسبب الحقيقة اللي انتوا اكتشفتوها، او بسبب الصدمة اللي انتوا خدتوها من الناس المقربة. والعدو اللي عامل حبيب وصديق ليكوا، دايما تخلوا بالكم منه واحذروا. انتوا اصحاب قمة وازدهار وثقة بالنفس عالية، فخلي بالكم. عندكم حد عنده نقص، الحد اللي عنده نقص ده نقص في حياته، انتوا وقفتوا جنبه. لما ما عدش غير الايد اللي اتمدت. انتوا دايما عندكم في بشرة، وبشر الصابرين. انتوا دايما اصحاب قمة عالية وازدهار، ومحدش هيعرف يضحك عليكم رغم الحمل والهم اللي انتوا شايلينه. بس بإذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تعلموا. حياتكم العاطفية هيكون فيها صلح
مع الشريك، انتوا داخلين على فترة كبيرة فيها ازدهار بالنفس وفيها ثقة بالنفس وثقتكم عالية. وخلي بالكم من كل الناس اللي بينكم وما بينها في يعني تاتش. حاولوا ان انتوا تخلي بالكم حبايبي، ان انتوا ان شاء الله عندكم كل خير، الخير كله هيكون لكم. طبعا حبايب قلبي، عايزاكم دايما تحطوا اللايك والتعليق الحلو، الصلاة على الحبيب. يا رب يعجبكم الفيديو، ما تنسوش تحطوا اللايك، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.